عسلامة ومرحبا بكم. المنتخب التونسي يفوز على المنتخب الغيني الاستوائي في إطار الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026. المنتخب بريسك كوبي كولي على جلال القادري، على منتصر لوحيشي. نفس نتصور الجمهور نفس الشيء، لاحظ لي نفس الحكاية قاعدة تتعاود عندها سنوات تو. ديما تجيك كيبا معناتها في الرانكينج اضعف منك، تلقاها كلاسي منعرفش بعد 80 ولا منعرفش قديه، تلقاها تحب تلعب البلوك با، تلقاها كيكا وتوقفك وما تخليك تعمل حتى اتاك وحتى فرصة خطيرة وحتى تسديدة على المرمى وانسي دو سويت. كيما اليوم شفنا غينيا الاستوائية، يعني كالعادة المنتخب التونسي عاجز عن صنع اللعب قدام المنتخبات اللي أقل منه في الإمكانيات. شفناها الحاجة هذه تعاودت مع منتخبات كيما تنزانيا، كيما ناميبيا، كيما غينيا الاستوائية في الماتشات اللي فاتوا، كيما برشا. دونك المدرب على خاطره ما يحبش يجازف، ما يحبش يلعب لعب هجومي، ما يحبش يعتمد عناصر هجومية في الثلاثي للقدام. كما البارح لعب حمزة رفيعة في بلاصة نورمالمون ماهيش بلاصتو، اللي هي جناح على اليمين. برشا حاجات، الحذر المفرط، الخوف، التخمام في النتيجة قبل التخمام في الأداء، انك ما تكونش عندك ثقة في الإمكانيات نتاع اللاعبين نتاعك، انك تخمم أكثر في كونتراتواتك، في مصالحك، في أمورك الشخصية قبل المصلحة الجماعية. في برشا حاجات يتدخلوا باش انت حتى كنت فرق ضعاف انتخ جيومي حتى هكاكا وتلعب لهم خايف ومطيح البلوك وتستنى فيهم، وتلقى كان نوفك هاو ظهر لي في الخط متاع الوسط والباقي كلهم ورا خط الوسط. دونك الحاجة هذه تكررت مع مثل الكبير جلال القادري وتوا منتصر لوحيشي اليوم. دوك منتخب انتصر صحيح، الحمد لله 3 نقاط أهم حاجة، لكن المردود يطرح أكثر من نقطة استفهام. هو مردود اللاعبين إجمالا ماهوش خايب، يعني نحكي على مردود المدرب، على خاطر المدرب مثلا البارح مش من الأول يبدأ بسيف الله لطيف. الويشي هبط في حمزة رفيعة في البلاصة ذيك. حمزة رفيعة غاديك ماهوش متاع اكسليراسيون، ماهوش متاع بيركسيون، كان يمشي للديفونسور ويحب يفسخه يدز به كورة بعد يعطيك التوزيع الكروس ليه يلعب معناتها خصار متاع متوسط ميدان حتى يلعب بهم كمهاجم. دوك يجيه كورة باش يبدا يتمبويزي، يستنى يرجع يلعب باس مع السخيري مع العيدوني، ما تراوش صدم مقدم. ديما كي تجي الكورة يطيح الريتم، هو يعرف يحتفظ بالكورة صحيح، لكنه ما عندوش ليزاكسيليراسيون، ما يدزش كورة ويجري بها. ديما يرجع ويقعد يدور ويشوف واحد بحذاه يعطيه كورة. دونك ما ثماش ماهوش اللاعب اللي باش تغفل بيه البلوك ادفيرس وباش يعمل حاجة يخلي معناتها 2 3 جوارات وراه ويخلق روحه ليزيسباس ويدخل لديزويت ويعطي ياك الاسيست. الويش خاطر ماهوش مهاجم دوك عادي. دونك هو منتصر الوحيشي كي حد في البلاصة ذيك ديجا حكم مع الشيرة اليمين انها معناتها ما يجيوش منها فرص. شنو اخر، واللعبه كلها كانت طايحه على الجهه اليمين. خساره انا حبيت اللعب اكثر يكون على الجهه اليسار اللي فيها علي العابدي والعاشوري، يعني العابدي والعاشوري نتصور حاجه اوفنسيف اكثر برشا من المثلوثي ورفيع. سوف كو اللعب كان ديما طايح على اليمين، ما فهمتش الواش ما لعبوش اكثر على العاشوري. أه دونك الغينيا الاستوائية كالعادة معناتها لعبت بلوك با، تلعب على لي ديجاجمون على المهاجم متاعها، تربح بيه فوتات كي يصيروا عليه ديشارج من الطالبي ولا من مرياح تربح شي فوت، حتى التوش تجيشي حتى التوش يطلع البلوك يوليو يحاولوا انه يحتفظوا بالكرة في المنطقة المنتخب التونسي اكثر ما يقدروا، فمش ما تجي كورنير مخالفة كذا ينجموا يمركيوش بها بونتو. ابار سا كانوا ديما شادين البلاصه نتاعهم، لكنهم جاوهم دي فاز دو بوزيسيون ساعات يقعدوا اكثر من دقيقه، دقيقه ونص، دقيقتين. واللي يهبلني انا في منتخب انه كي تجي كوره عند منتخب غينيا الاستوائيه فماش انتونسيتي، فماش بريسيون، ما يصدموش عليهم، ما يحاولوش يقلقوهم في المناطق نتاعهم، يقعدوا يتفرجوا فيهم، ما يفكوا كوره كي يقربوا لهم، خاطر تونس عامله بلوك ميديون في منطقه وسط الميدان.
ما تفك الكرة كان يقربوا لهم هما، ما تشوفش المنتخب التونسي يصدم باش يفك الكرة في المناطق نتاع منتخب غينيا الاستوائية، يجي من الرغم يلعب في بلاده قدام جمهوره يستنى فيهم، ما فهمتش الواش. وماهوش معناتها البلاصه نتاعو ماهيش كونفورتابل المنتخب التونسي اللي تخليه عادي كي ما يصنعش اللعب ما يضغطش كذا، راك بعيد على نامي كما تربحش تقعد انت وناميبيا 7 نقاط، دونك انت ديجا بالسيف عليك لازمك تربح وما تضغطش، سورتو في الشوط الاول ما تضغطش، ما تحاولش تقلق حامل الكرة، ما تحاولش تخنقهم في المناطق نتاعهم. قعدت مستغرب يعني هذا في الميطون الاول، بعد في الميطون الثاني كي لقى روحو امام الزامية انه يسجل لقى روحو مخسور، وقتها هابط الطيف ولا ضغط وكل شيء، لكن الميطون الاول واش هكاك. أه شنو اخر؟ دونك من بعدها هبط الطيف وهبط العاشور، وش بدل يسعد خلى معناتها كالعادة رفيعة، يعني كالعادة ما هوش حابب يلعب ب3 مهاجمين، باقي قاعد يلعب 2 مهاجمين حتى في الشوط الثاني كي دخل سيف للطيف. خرج الياس سعد، دونك خرج الياس سعد حكم على روحه باش يلعب من غير عمق هجومي. حكم أول حاجة الياس سعد بخلاف إنه يعطيك العمق فإنه يجبد معاه لي دوز أكسيو يعني كي تكون الكرة عند الصخيري ولا العيدوني والا بالرمضان يكون عندك 9 بوان دونكراج في 18 فانه باش يخلي ديما لي دو زاكسيو عينيهم عليه، لكن اون فوا انت تخرجوا لي دو زاكسيو يحسوا رواحهم ليبر اكثر ويزيدوا يقربوا لك يضغطوا عليك وتولي كفوياج والدنيا مشكشكه في منطقه وسط الميدان. الواش خاطر معاش ثم اليمون يجبد لي دو زاكسيو ويخلي لي زيسباس لصحابه باش يكونوا اون ديكالاج، دونك ديجا الدنيا تزيد تدخل بعضها. يعني معناتها مراش سبب انه ينحي النوف ويخلي رفيعة كجوكيرة كي الكترون ليبر يلعب كرقم 10 كذا. دونك المنتخب التونسي صحيح نجح باش يخلق شوية فرص، يتسمى شوية بالكل قدام شنو هو ينجم يعمل. ما ثماش فوليوم دو جو كبير، ما وراش حاجة كبيرة. هو المردود نتاع اللاعبين، المشكلة المردود نتاع اللاعبين مانيش نقول خايب، المردود نتاع اللاعبين متوسط صافا يعدي روحه، لكن مردود المدرب هو اللي ماهوش يوفر للاعبين افضل الظروف باش يوريو افضل ما عندهم. دونك انتصار مهم للمنتخب التونسي. ثم برشا حاجات لازمهم يتروشكو، ثم ان مونك دوتوماتيزم صغير بين العاشوري والياس سعد والطيف، ان شاء الله يوصلوا الانسجام اللازم بيناتهم في قادم المباريات مع تتالي المباريات. العيدوني السخيري بالرمضان مريقلين يتسموا اليوم، لأنه العيدوني في ساعة خرج. 4 مدافعين ما كانوش خايبين اليوم زادة. الحارس ما جاهوش برشا كور. المنتخب جاب ربي جاب 3 نقاط، وإن شاء الله الوحيشي ولو إنه صعيب برشا إن شاء الله يفهم اللي مش هكاك لازم تلعب منتخب معناتها عنده 6 سنين ظهر لي من أفضل 4 في إفريقيا ومازال يلعب في اللعبة ذي. معناتها كيما 4 في إفريقيا، شوف الأربعة تاع الهروب كاين قلت بلجيكا، فرنسا، برتغال، ألمانيا، إيطاليا، ما نعرفش أنا في آسيا اليابان، كوريا الجنوبية، السعودية، إيران. سواء معناتها المرتبة نتاع المنتخب التونسي ليكيفالون تاع المرتبات نتاع المنتخبات اللي كنت نسمي فيهم. تصور انت منتخبات كيما اللي كنت نسمي فيهم جايبين اونترينور كيما منتصر لوحيش يلعبوا في الدفاع، مستحيل. المنتخب التونسي بالنسبة للمكانة نتاعو في افريقيا هو ديما من الاربعة الاوائل، عنده سنين تو، فانه بالصيف عليه لازم يجيب اونترينور عنده كاليبر كبير، عنده معناتها اونترينور معناتها عامل برشا تجارب، عنده اسم كبير في القارة وفي العالم وفي أي بلاصة. اونترينور بالفم والملي، اونترينور كيما نعرف أنا، اونترينور اسم كبير باش خاطر المنتخب التونسي لازم اونترينور كيما هكاك، خاطر جربناهم اونترينورات في تونس وراك شفتوا معناتها السنين الأخرى الكل كيفاش معناتها ديما نفس السيركل فيسيو، ديما نفس الحكاية تتعاود، ديما نفس الحكاية. دونك توا جا الوقت نتاع اونترينور كبير يشد المنتخب التونسي، وما نشوفوا منتخب مع اونترينور كيما ايرفي رونار مثلا ولا اي واحد في المقام هذاك. شوفوا منتخب شنو ينجم يعمل مع مدربين كبار كيما هكا. في نهاية الحلقة ان شاء الله تكون عجبتكم الحلقة، والى اللقاء في الحلقة القادمة.